بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجوه الجون أحباء المشاهدين، وهدف مباغت وهدف ولا أحلى ولا أروع. محمود عطية بيفاجئ الجميع ويسجل هدف ولا أحلى ولا أروع. تترد على طول من الديفنس والتسديده حلوه وخطيره جوه الجون وجوه الجون، هدف رائع لجمهوريه شبين. يا سلام على الكوره ومتعه الكوره. اللعيبه صراحه عملوا كل اللي عليهم، غاب عننا التوفيق بس. يعني احنا تقريبا الشوط الثاني مع كل الاحترام للخصم طبعا، فريق كبير ومدرب كبير كابتن عفت نصار، لكن احنا الشوط الثاني تقريبا ال 45 دقيقه بالكامل احنا في نص ملعب جمهوريه شبين، كورتين في العارضه، كور كتير جدا. ما بنتكلمش على التحكيم خالص، الراجل بصراحه لا غبار عليه وعمل ماتش كويس، لكن قله التوفيق. الحمد لله على كل شيء. بالنسبه لي ان انا ما اخسرش يا كابتن، خصوصا انا على ملعبي. طبعا المفروض ان النقط اللي على ملعبي حسب ما كنت متكلم مع لعيبتي، يا جماعه الثلاث نقط اللي على ملعبي المفروض بتوعي، واللي باخده بقى بره بعد كده بجمع، ما اخسرش بره، اجمع نقطه من هنا على نقطه من هنا، انا في الاخر هبقى في نص الجدول وممكن انافس كمان. فالنهارده انا بعتبر نفسي خسران نقطتين، ربنا يستر بقى اللي جاي افضل. احنا طالعين المفروض الاسبوع ده باي وهنعمل كام ماتش ودي. احنا يعني دايما بقول ان انا عندي مشكله، هي ان انا بادئ مع الفرقه دلوقتي بقى لي شهر واسبوع، انا بكتشف الاخطاء بتاعتي لسه خلال ماتشات الدوري، خلال الماتشات الرسميه اللي المفروض ان انا كنت اكتشفه في الماتشات الوديه في الاعداد، انا لسه بكتشفه دلوقتي. ما زال طبعا عندي مشكله راس الحرب، وانتم عارفين الكلام ده باصابه حسام الصياد. وظفنا محمود عطيه، ده تاني ماتش النهارده يسجل، جاب هدفين قبل كده في الحمول وهدف النهارده، يعني كان توظيفه الحمد لله ايجابي جدا. فيكتور النهارده بدا يستعيد مستواه، فاللي جاي ان شاء الله افضل بوجود فيكتور النهارده ورجوع مستواه، ومحمود عطيه ان هو يبقى دخل في مكان راس الحربه بالشكل الجميل ده. واحده ان شاء الله الفرقه هتفوق يعني. شكرا يا كابتن عماد. والله يا كابتن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على البونت. احنا كنا جايين عنا على 3 بونت، الحمد لله ربنا ما اردش، احنا ماشيين ما خسرناش ما اتغلبناش، نتعادل. فالحمد لله يا كابتن، ديكيرنس فرقه محترمه عند الله حساب، السنه اللي فاتت كاسبين الجمهوريه بره وجوه، ففرقه محترمه ربنا يكرمهم الفتره الجايه يا كابتن ان شاء الله. الرحمن الرحيم. احنا بنشكر الرجاله المحترمه اللي هي معانا ديت فرقتنا. احنا طبعا النادي يا جماعه احنا عندنا ظروف صعبه جدا بيمر بيها نادي جمهوريه شبين. احنا جايين يوم المباراه 3 ساعات ونص سفر. احنا نادي جمهوريه شبين المفروض فرقه بتنافس، فرقه محترمه. احنا بنناشد المحافظ ومجلس الاداره والناس كلها تقف جنب الفرقه. يعني كابتن عفت مش مقصر مع الناس، بس النادي يا جماعه مش عارفين عايزين ايه. احنا بنلعب على صعود، المفروض ما نسافرش 4 سااعات سفر، المفروض نيجي يا جماعه نبات قبلها بيوم في المنصوره عشان نبقى جنب الملعب. اللي بيحصل ده يا جماعه ما ينفعش. بنناشد كابتن عبد الناصر زيدان في كره بلدنا، يا كابتن عبد الناصر نظره المحافظ دعم الفرقه جمهوريه شبين، لان فرقه محترمه معاهم مدرب محترم، وان شاء الله بنوع جمهور شبين ان احنا هنصعد. بس عايزين المحافظ يقف جنبنا ورئيس مجلس الاداره يقف جنبنا، لان كده حرام اللعيبه تسافر 4 ساعات يوم المباراه، ده حرام وما يرضيش ربنا. عالمين على التعادل، ولكن احنا كنا اقرب للفوز والحمد لله رب العالمين. احنا ضيعنا نقطتين مننا كانوا هيساعدونا كتير في مشوارنا، ولكن الحمد لله رب العالمين على النقطه، والحمد لله اللي جاي احسن باذن الله. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، نصيبنا كده وربنا مقدر لنا ناخد بونت النهارده، مع ان احنا كنا احق ب3 بونت، بس الحمد لله يمكن ربنا عين لنا فوز احسن وفوز بره الارض. ربنا ان شاء الله عين لنا حاجه كويسه ونتمنى الخير للفريق ان شاء الله الماتشات الجايه، وربنا يسهل ان شاء الله.